السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة الليمون. الكيكة دي هشة جدا وطرية ولونها فاتح قوي من جوه. يلا بقى جربوها، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير. بصوا الكيكة معانا مفرغة من جوه ولونها فاتح وتحفة قوي. يلا بينا على المقادير. معايا بشر 5 ليمونات، كوباية ونص سكر، كوباية زيت، كوباية حليب، 5 حبات من البيض، معايا 5 عصر من الليمونات، معايا 3 كوبايات دقيق والبيكنج باودر والفانيليا. هنا معايا بشر ليمون بحطه على السكر وبدعكه كده كويس بايدي عشان يطلع الزيوت العطرية اللي فيه. معايا هنا على البيض حطيت فانيليا، بنزل الفانيليا في البولة، بنزل عليهم بالسكر وبشر الليمون وبضربهم كويس قوي بالمضرب الكهربي لحد ما الخليط معايا لونه يفتح والقوام يبقى كريمي ويبقى هش معايا. شفتوا لون الخليط عامل ازاي وبقى هش معايا جدا وكريمي معايا. دي المرحلة اللي انا عايزة اوصلها. في المرحلة دي بقى هنزل معايا بالزيت. بصوا الخليط، هنزل بقى بكوباية الزيت، بنزل بالليمون بقى، باخد منه 5 معالق او 4 معالق بس على حسب المزازة اللي انتوا محتاجينها. بقلب الخليط تاني. هنا بقى معايا الدقيق، نخلته كويس ونزلت عليه بكيس بيكنج باودر ورشة ملح واقلبه تاني. بقلب بقى المكونات الجافة دي مع بعض وبنزل بقى على الخليط بتاع البيض والسكر والزيت. برجع بقى اضرب تاني بالمضرب. انا سايبه بقى الحليب ده للاخر. انا في المرحله دي حطيت معلقه الخل. انا بخلي الحليب للاخر عشان اشوف انا هحتاج قد ايه، ممكن محتاجش الكوبايه كلها على حسب نوع الدقيق اللي معايا. بنزل شويه من الحليب واضرب لحد ما اشوف قوام العجينه معايا. حسيتها تقيله نزلت بالخليط بالبيض باللبن كله. بقلب لحد ما تشوفوا بقى. بصوا قوام الخليط معايا عامل ازاي. معايا القلبين بقى مبطناهم بسمنة ودقيق او بزيت ودقيق. بنزل بقى بالخليط اهو. خلاص كده نزلت بالخليط كله في القوالب. بخبط القالب كده يدوب على الرخامة كده، يا اما اعمله بخل عشان الفقاعات اللي فيه. بحطه بقى في الفرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180 وبيقعد تلت ساعة في الفرن او نص ساعة. بص انا حطيت الخلة استوى معايا. خلاص هستنى لما يبرد وهبدأ بقى عصير الليمون المتبقي معايا. طبعا انا كنت عملت شوية اشتغلت وبعد كده كملت قدامكم تاني. بحط عليه سكر بودر وبقلبه لحد ما تشوفوا بقى الخليط معايا كده. بحطه على القالب معايا بس بعد ما بيبرد. لو سخن هيسيح الخليط معايا دوت وهينزل من عليه مش هتشوفوه. لكن انا استنيت لما يبرد وبعد كده بقى نزلت الخليط ده فوق فوق القالب معايا. وهبدأ بقى ايه اغطيه بيه كويس. دي طبعا الكيكة دي لعشاق الليمون. كده خلاص. اعمل القالب التاني برضو معايا.
يلا بقى نقطع مع بعض الكيك. بصوا الكيكة هشة جدا ومفرغة من جوه ولونها فاتح وتحفة قوي. يلا بقى ما تنسوش تجربوها واللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.